السلام عليكم وما توفيقي إلا بالله. معكم الطالب فتحي محمد سلطان، طالب بالفرقة الرابعة كلية تمريض جامعة المنوفية. الحمد لله ربنا كرمني ووفقني وكان ختامه مسك. بالنسبة لطالب خلاص فاضل له سنة ويتخرج، وأخدت الطالب المثالي على مستوى جامعة المنوفية المركز الثالث. الحمد لله. هي دي كلها كان يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. في المقام الأول دعوات والدي ووالدتي الله يرحمها، في المقام الثاني اهلي واصحابي واخواتي في الجامعه وفي الكليه ودعمهم ليا، اللي من غيرهم فعلا انا ما كنتش وصلت للمكان ده. هي بتبقى مجرد لحظات عابره من الفرحه، انا مش عارف اوصف فرحتي بايه في المسابقه دي. انا اشكر جدا جدا يعني آه، لجنه النشاط الاجتماعي بالجامعه على دعمها للمسابقه ديت، ولجنه التحكيم الدكتور اسلام خياط والدكتوره ايمان والدكتور حاتم عميد كلية حاسبات. أشكرهم على الدعم الجميل اللي قدموه لنا في المسابقة. شكرا جدا ليهم يعني، وألف مبروك لكل الطلبة المثاليين على مستوى الكليات. حقيقي يعني كلهم فخر لكلياتهم جدا. أنا ما عنديش حاجة أقولها والله غير إن كله بيبقى توفيق من ربنا في المقام الأول. فعلا ربنا بياخد مننا حاجات كتير وبيعوضنا بحاجات أكتر وأحلى. إن شاء الله كل التوفيق لكل طلبة الجامعة في أي حاجة بيحلموا بيها، أي حاجة نفسهم يحققوها. أنا كنت في دماغي إن مسابقة الطالب المثالي ديت عمرها فعلا ما أخدها، لكن الحمد لله خدت سنتين مركز أول على مستوى الكلية، والسنة دي مركز ثالث على مستوى الجامعة. في يعني سبق حصري، عمري ما كلية تمريض حد خد من عندنا قبل كده مسابقة الطالب المثالي، فأنا أول واحد اخد الجائزه ديت على مستوى الجامعه، ممثل ومشرف لكليتي كليتي العزيزه. شكرا جزيلا جدا للدكتوره امال شحاته عميده الكليه على دعمها لينا، والدكتوره نرمين عيد وكيله شؤون الكليه عندنا. فعلا الاثنين دول دعموني جامد، وكل الشكر والتقدير. واهم حد انا نفسي اشكره هي الدكتوره ايمان شكر، دكتوره بقسم خدمه مجتمع بالفرقه الرابعه. دي من اكثر الناس اللي دعمتني ووقفت معايا في كل حاجه، اللي لولاها فعلا انا ما كنتش وصلت للمكان ده. انا فعلا لو هشكر حد اكتر حد هي الدكتوره ايمان شكر على كل لحظه دعم قدمتها ليا، والتوفيق لجميع طلبه الجامعه.